سواء كنت في ثالثه اعدادي او تانية او اولى، فالفيديو ده هيكون معمول مخصوص ليك. في الفيديو ده هساعدك انك تجيب اعلى درجه في قطعه الفهم اللي هي الكومبريهنشن، فعايزك تركز معايا وتشغل دماغك وتفهم من الاخر. عندنا في الامتحان بتاع الانجليزي عندنا قطعه الفهم اللي هي الكومبريهنشن، ودي اسمها قطعه فهم. فهستأذنك ورجاء بلاش تبدأ حل في القطعه او تحل حاجه في الاسئله من غير ما تقرا القطعه. اول حاجه هتمسك القطعه هتقراها قرايه سريعه وتاخد عنها فكره عامه. بعد كده تمسك القطعه تقراها واحده واحده وبالراحه وتحاول تترجمها وتفهم منها على قد ما تقدر. طيب في كلمه انت مش عارفها في القطعه، خمن معناها من سياق الكلام. طيب كلمه انت مش جاي معاك سكه ومش فاهم معناها برضو، اعتبر ان في كلمه في العربي معناها نفس الكلمه بتاعه الانجليزي، يبقى مش شرط ان كل كلمه تكون فاهمها. دي بالنسبه للقطعه. يبقى انا قريت القطعه مره قرايه سريعه، قريتها المره الثانيه وفهمتها بالراحه. ابدا بعد كده اشوف الاسئله اللي موجوده عندنا في القطعه، ودي اهم الاسئله اللي هتجيلك في القطعه بتاعه الفهم. جالك في السؤال وطلب منك، قال لك عايز السينونيم، او قال لك مثلا means، او قال لك gives the same meaning يعني بتدي نفس المعنى، او قال لك can be replaced by. يبقى ده كله انا عايز المعنى بتاع الكلمه اللي كان بيتكلم عليها. يبقى قال لك السينونيم او means او gives the same meaning او can be replaced by، يبقى انا عايز المعنى بتاع الكلمه اللي هو بيتكلم عليها. طيب كلمة أنت مش متأكد منها، حاول تستبعد الاختيارات اللي موجودة، حاول تستبعد الحاجات اللي ما تنفعش وتشوف أقرب حاجة للي موجودة عندك في القطعة. طيب وبعد كده حاول تتأكد منها، حط الكلمة اللي هي ادت المعنى عندنا مكان الكلمة اللي موجودة في القطعة وشوف هتدي معنى مناسب ولا مش هتدي. طيب قال لك عايز الانتينيم او عايز الاوبوزيت، يبقى هو بيكلمك ان هو عايز العكس بتاع الكلمة اللي بيكلمك عليها. يبقى عندك الانتينيم او الاوبوزيت، يبقى انا عايز مين؟ عايز العكس. طيب جه في سؤال وقال لك what do you think of. what do you think of اللي هي معناها ما رأيك فيه. يبقى what do you think of معناها ما رأيك فيه، بلاش تترجمها اللي هي بمعنى ماذا تعتقد. يبقى قال لك what do you think of معناها ما رأيك فيه، يبقى انت هتقول رأيك في الحاجة اللي هو بيسألك عليها. إذا كانت كويسة فهتقول عليها مثلا it's great, it's nice, it's good, amazing، أي صفة كويسة. وفي القطعة أي إجابة مناسبة مقبولة. طيب لو هي مش حاجة كويسة هتبقى مثلا it's dangerous, it's harmful, it's bad، أي إجابة مناسبة مقبولة. ده بالنسبة لو جالك في سؤال وقال لك what do you think of. تمام؟ طيب جه قال لك what's your opinion on، ما رأيك في كذا، يبقى عايز رأيك برضو في الحاجة، يبقى أنت هتقول رأيك في الحاجة اللي هو بيكلمك عليها. جه قال لك do you think يعني هل تعتقد كذا، وراح قايل لك مثلا واي معناها لماذا، او واي نوت ليه لا، يبقى انت هتقول رايك في الحاجه ديت، او هل تعتقد مثلا الحاجه دي كويسه ولا وحشه، وهتقول له ليه او ليه لا. تمام؟ طيب جه في سؤال وقال لك what does the underlined word mean. what does the underlined word mean يعني الكلمه اللي تحتها خط معناها ايه، يبقى انت هتقول المعنى بتاع الكلمه اللي تحتها خط. تمام؟ طيب قال لك what does the pronoun refer to. سألك وقال لك البروناون اللي هو الضمير ده بيعود على مين؟ ركز بقى معايا كده ثانية واحدة وبلاش لخبطة الله يكرمك. لقيت عندك حاجة زي هي أو his أو him، يبقى أنا دول بيعودوا على ولد. تمام؟ طيب لقيت عندك مثلا she أو her، يبقى دول بيعودوا على بنت، يبقى هو كان بيتكلم على بنت. طبعا الات بتعود على مين؟ بتعود على حاجه غير عاقل. تمام؟ طيب قال لك زي او قال لك زم، قال لك زي او قال لك زم او قال لك زير، يبقى بتعود على حاجه جمع سواء عاقل او غير عاقل. يبقى جه في السؤال اللي هو بتاع what does the underlined pronoun refer to وحط لك مثلا هي او his او him، يبقى انا عايز مين؟ بتعود على ولد. طب قال لك شي او هير يبقى بتعود على بنت. قال لك ات غير عاقل. قال لك زي او زم او زير يبقى بتعود على حاجه جمع. ولما اجي ادور الضمير بيعود على مين؟ بيعود على حاجه اتقالت قبل كده، يبقى انت هتدور في القطعه او في الجمله اللي قبلها او اللي قبلها. يبقى انت لما تكون بتدور على الضمير بيعود على مين؟ بدور في الكلام اللي اتقال قبل كده، ما تروحش تدور في اللي اتقال بعد كده. طيب نيجي للحته اللي بعدها او السؤال اللي بعده. قال لك what will you do if. what will you do if اللي هي معناها ماذا تفعل لو، هتعمل ايه لو كذا. تمام؟
طيب جه قال لك what should you do؟ what should you do يعني المفروض هتعمل ايه؟ يبقى هنا المفروض هتعمل ايه؟ هتقول الحاجه المفروض ان انت تعملها من خلال فهمك لمين؟ للقطعه. تمام؟ طيب جه في سؤال وقال لك what is the main idea؟ قال لك what is the main idea of the passage؟ يبقى انا عايز الفكره الرئيسيه للقطعه. يبقى انت هتمسك القطعه هتقراها وتحط الفكره بتاعتها، تشوف اكتر حاجه القطعه كانت بتتكلم على ايه. سيبك بقى من حته ان انا باخد اول جمله في القطعه والكلام الفاشل ده، انسى الكلام ده خالص. تمام؟ طيب قال لك give a suitable title. suitable title نفس الفكره، يبقى هو عايز عنوان للقطعه. give a suitable title for the passage، يبقى هتحط عنوان مناسب لمين؟ عنوان مناسب للقطعه. طيب جه في سؤال وقال لك انفر. انفر معناها استنتج او استدل. استنتج او استدل from the passage، يبقى استدل من القطعه او استنتج من الايه؟ من القطعه. تمام؟ طيب جه قال لك mention from the passage. mention يعني اذكر. mention يعني ايه؟ mention يعني اذكر، هتذكر حاجه من القطعه. طيب قال لك explain why. explain why يعني اشرح لماذا او فسر لماذا. يبقى عندك explain اللي هي معناها ايه؟ معناها اشرح او فسر. تمام؟ طيب جه في القطعه وقال لك give two reasons for او give one reason او ايا كان، يبقى انت هتدي السبب بتاع حاجه من خلال اللي انت فهمته من القطعه. طيب جه وطلب منك وقال لك summarize the paragraph in one sentence، يبقى انت هتقرا الباراجراف او الموضوع بتاعك وهتلخصه في جمله واحده. وهنا صلى على النبي بقى، هو ممكن يطلب منك summarize للقطعه كلها، يبقى انت هتدي ملخص للقطعه كلها سواء مثلا في جمله او جملتين على حسب ما هو طالب من حضرتك. تمام؟ طيب هنا دلوقتي ممكن يقول لك مثلا اديني summarize او ملخص للباراجراف الاولاني، او اديني ملخص للباراجراف الثاني او الباراجراف الثالث. طب دي نعملها ازاي؟ تعالى بقى صلي على النبي. انت عندك هنا ادي الورقه بتاعتك اللي انت معاك. تمام؟ عندنا الموضوع بتاعك اللي هو جايبه لك، هتلاقي فيه عندك هو مدي لك كده بالشكل ده، هتلاقي عندك هنا في مسافه وبعدها كلام. اول مسافه يبقى ده الفيرست باراجراف او اول باراجراف. طيب دخلنا على مسافه ثانيه يبقى عندك ده اللي هو السكند باراجراف او ثاني باراجراف. طيب مسافه ثالثه يبقى ده الباراجراف الثالث او القطعه الثالثه. يبقى عندك اول مسافه يبقى ده الفيرست باراجراف، عندك مسافه كمان اللي هي بعدها يبقى سكند باراجراف. قال لك المسافه الثالثه يبقى ده الثيرد ايه؟ ثيرد باراجراف اللي هو الباراجراف الايه؟ الثالث. فهو طلب مثلا منك ملخص للفيرست باراجراف، يبقى انت هتقرا القطعه اللي هي الاولى ديت وهتدي له الملخص بتاعها. طلب الثانيه يبقى انت هتلخص الثانيه بس. طلب الثالثه هتلخص الثالثه بس. طلب ملخص للقطعه كلها يبقى انت هتعمل ملخص لمين؟ للقطعه كلها. يبقى ركز في الحته دي عشان بتفرق. وعندك هنا لما تيجي تلخص تقرا القطعه وتشوف الفكره الرئيسيه بتاعتها بتتكلم عن ايه، وهنكتب عليها جمله او جملتين. تمام؟ طيب قال لك برضو give a summary. give a summary معناها تدي ملخص. يبقى عندك give a summary معناها تدي ملخص، برضو نفس الفكره بتاعت السؤال اللي بعدها. طيب قال لك نيم بقى مش معناها اسم او يسمى، لا نيم معناها في القطعه اذكر. يبقى قال لك نيم كذا، نيم ذا ريزونز اوف كذا، اذكر اسباب كذا. يبقى انا عايز الايه؟ عايز اذكر الاسباب بتاعت الحاجه اللي هو بيتكلم عليها او اعمل ايه؟ منشن للحاجات دي كلها. تمام؟ دي كده فيديو سريع للاسئله اللي بتجيلك في القطعه بتاعت الكومبرينشن. يبقى مطلوب من حضرتك تقرا القطعه كويس، ترجمها، افهمها على قد ما تقدر، بعد كده حل الاسئله اللي موجوده. وعندنا هنا دي اهم الاسئله او كل الاسئله اللي بتجيلك على القطعه مش هيخرج عنها الامتحان. لو مشيت على الخطوات اللي انا قلت لك عليها يبقى انت ضمنت القطعه بتاعت قطعه الفهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.